من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله حرمه الله جل وعلا على النار. والمحرمون على النار ورد في أحاديث كثيرة أعمالا لهم، منهم من صلى لله 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله جل وعلا على النار. من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله جل وعلا على النار. من كان هينا لينا سهلا مع الناس حرمه الله جل وعلا على النار. من بكى من خشية الله حرمه الله جل وعلا على النار. من جاهد في سبيل الله حرمه الله جل وعلا على النار. من أحبه الله حرمه الله على النار. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. ثم إن النار إذا دخلها من دخلها من عصاة المؤمنين فإن الله جل وعلا لم يجعل للنار سلطانا كاملا على أجسادهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود.